الحاجة التانية والمهمة انه هو احنا ليه ما عندناش فكرة الانذار المبكر؟ يعني بمعنى ان لما انا شايف بقالي مثلا شهرين حد عمال يشحن بفكرة التكفير، وهناك الأقباط كفار وشيوخ بيطلعوا وكلهم من اسكندرية، وأحد الأسماء المشهورة قالها الشيخ مظهر، الشيخ ياسر برهامي، الشيخ عبد المنعم الشحات، عمالين يطلعوا. احنا عندنا دلوقتي فيديوهات منسوبة لفضيلة الإمام الأكبر يؤكد على نفس الحقيقة أن الأقباط كفار. عندنا فيديو منسوب لدكتور علي جمعة يؤكد نفس الحقيقة. فإذا يعني ليه ما عندناش فكرة الإنذار المبكر لما تقعد تطلع وتشحن الرأي العام بفكرة إنه هذا كافر هذا كافر هذا كافر؟ ففي النهاية مش هيفهموا الشيخ مظهر بيحاول يشير إليه إن ليها معنى وليها كلمة وهو لآخره. طالما كافر يبقى فالمسائل كان لابد من البداية كان لازم حد يطلع من العقلاء من إخواتنا المسلمين، وهم كثرة بمراحل يعني. وأنا بأؤكد أن الشعب ده غالبيته معتدل وغالبيته متسامح، إنما الفئة اللي طالعة في الآخر دي كان لابد أن يتم محاسبتها، يتم الرد عليها، إنما للأسف محدش بيحاسب حد. فأنا بتصور فكرة الإنذار المبكر. حضرتك عايز ترد عشان الشيخ ياسر برهامي والشيخ عبد المنعم الشحات او شيخ الازهر او هتردوا بقول لحضرتك ده فيديو، يعني فيديو ما احنا بنحبه على راسنا من فوق، انما مهما كان فكرة الكفر عشان تشرحها دي فكرة في منتهى الخطورة، لانك بتتعامل في ناحية حساسة جدا في العقلية المصرية. اولا لك التعقيب، وارجوك في نهايه حوارك عايزك توجه، انت خطيب الثوره، احنا كلنا بنصلي وراك في ميدان التحرير، وجه كلمه الى المصريين وانت خطيب الثوره تقول لهم فيها جمله يعني في هذه اللحظات العصيبه اللي انا اشعر ان في خطر النهارده كمان بيتكرر مثلما حدث بالامس. هو بس بالنسبه كفار عندنا احنا يعني احنا بنفسرها حسب شريعتنا احنا. كفار يعني انت لا تؤمن بما اؤمن به انا، وبرضو أنا كافر بالنسبة لك لأني لا أؤمن بما تؤمن به أنت. هذا الاختلاف يجعلني بالنسبة لك كافرا وأنت بالنسبة لي كافر. شيخ الأزهر لا يقصد المعنى الكافر اللي هو المعنى ليس له دين، يعني ليس له دين وبالتالي يقتلوه أو كذا. هذا المعنى بعيد تماما، وأعتقد الإخوة السلفيين أيضا هم يعني يقصدون هذه الفكرة تحديدا. أنا أناشد الشارع بيفهم اللفظ ده. نوضح بقى نوضح بقى ونقول الكفار انا بقول اهوت يا جماعه كفار يعني ليسوا على ديننا كما اننا بلاش نستخدمها خالص يعني نمتنع عنها. اصل بياتي مصطلح قراني فبتتعرض له غصب عنك، فبتتعرض له انت غصب عنك كمصطلح اتعرض له في المسجد يا فندم، اتعرض له في المسجد على كل حال، انما لا تتعرض ليه على وسائل الاعلام. المسجد ولا مش المسجد انا ما شفتوش الحقيقه، بس مش عارف لا موجود. كلمه بقى الى المصريين وانت خطيب الثوره في هذه اللحظات اللي فيها 17 جثمان بيتحركوا من امام المستشفى القبطي بيتجهوا الكدرائيه، وهناك بلطجيه يتصدوا اليوم. عايزين نقول كلمه تلم الصف وتوحد